السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة وصفتنا وصفة لذيذة جدا، سلطة البطاطس بالمايونيز. سلطة لذيذة جدا سهلة، مش هتاخد معاكي وقت خالص وانتي بتحضريها، وتنفع جنب اي حاجة هتعمليها. بجد حلوة جدا على الفطار في رمضان، ده غير ان قيمتها الغذائية عالية جدا. فيلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. في حل على النار هنزل بحوالي كوب من البسلة وكوب من الجزر مقطعاه مكعبات، هسيبهم على النار حوالي ربع ساعة. وبعد كده هنزل عليهم باتنين بطاطس وسط مقطعاهم مكعبات بالشكل ده. البطاطس مش هتاخد وقت في السوا خالص، بمجرد ان هي تستوي هترفعيهم من على النار وتصفيهم كويس جدا وتنزلي عليهم بميه بارده، هتساعد ان اللون كده يفضل زاهي، وكمان ما تخليش البطاطس تكمل سوا وتتهري منك. في بوله هنحضر الصوص، نزلت بنص كوب من المايونيز وثلاث معالق كبيره زبادي، يعني حوالي كوب كده من الزبادي. وهننزل بالبهارات، حوالي ربع معلقه صغيره بصل بودر، ربع معلقه صغيره توم بودر، ربع معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه صغيره ملح، معلقه كبيره من العسل بتدي طعم حلو قوي للسلطه، وحوالي 2 معلقه كبيره خل ابيض، ربع معلقه صغيره من الزعتر المجفف. بجد الاضافه دي بتفرق قوي في الطعم. هتقلبي المكونات كلها مع بعض كويس جدا بالشكل ده. بعد كده بنزل بالصوص على الخضار وهقلب المكونات كلها مع بعض. اخر اضافه وكنت هنساها بصراحه، عصره نص ليمونه، وهتقلبيها مع المكونات كويس جدا. وعلشان تاكلي السلطه صح وتحسيها انها زيها زي السلطه اللي بتاكليها في المطاعم بره، هتغطيها كويس جدا. انا غطيتها بستريتش راب وبتسيبيها في التلاجة حوالي 3 ساعات تتشرب كده من الصوص ويبقى طعمها خطير. وده شكلها بعد ما سبتها في التلاجة حوالي 3 ساعات. بجد شكلها شهي جدا. سلطة ساعات الواحد بيروح بيتزا هات او يروح مطاعم تانية عشان ياكلها، رغم ان هو لو عملها في البيت هتطلع احلى بكتير. وطبعا حاجة كده هو عاملها بنفسه. سلطة البطاطس بالمايونيز سلطة لذيذة جدا مفيدة جدا، هتضيف لأي أكل هتعمليه. فأتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة. هسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.